السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد في لاشين ديالي سمارت استوس. كنتمنى ان هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله هاد الفيديو تكمله للفيديو السابق اللي وريتكم كيفاش ممكن اننا نستغلوا المساحه بواحد الطريقه اللي هي ذكيه. غادي نستغلوها بالطول وماشي بالعرض. بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا لي بوتاجي لي بلان دو طرافاي هابطين، ما كيبغيوش يتونكاستراو ليهم فيهم لي لافيسيل ولا لا ماشين لافي ولا الفران، ولا ممكن اننا نستغلوا المساحه بطريقه افقيه، يعني غنديروا شي فوق شي، ولكن خص ضروري يكون عندنا ان سوبور اللي يكون صحيح، يعني شي حاجه اللي غتكون زعما شاده وقابطه مزيان باش من بعد ما يبقاش عندنا لو ريسك. كما كتشوفوا هنايا لا فيسير كانت عندي تحت البوطه، ولكن انا ما كنتش باغاها تبقى تما كاينه، دونك اضطريت انني ندير لها بلاصه حدا الثلاجه. وحدا الثلاجه كانت عندنا الكونجيلاتور اللي فيها المجوره، هي اللي درنا ليها هاد السيبور وخشيناها الوسط. راه كنظن انه واضح وفريمون حتى المنظر غتشوفوه جا زوين، لاننا من بعد ما خليناش بحال هكا هادشي عريان، وانما قاديناه. الفكره راها رائعه، وانا ما عمري ما شفت في شي بلاصه، وانما الحاجه ام الاختراع. بما انني كان ضروري انني نقلب كيفاش ندير باش نشري لافيسيل، اضطريت انني نختارع شي حاجه ولا ندير داكشي اللي كيوالمني. واكثر حاجه والمتني هي هاد الطريقه اللي درت، ولا هاد استغلال المساحه بطريقه افقيه. بالنسبه لداك البلاكار اللي كاين في الجنب، الصراحه ما بقاش الاستغلال ديالو 100%، يعني بحال مثلا دار فيه شي حويجات اللي ما كنستعملوهمش دائما، بحال ما عرفتش زيت العود ولا الدقيق ولا اي حاجه اللي ما كنستعملوهاش بزاف. هو راه كاين زعما راه ممكن تاكسيدي ليه، يعني لاكسي ديالو راه كاين، ولكن شويه معنكش، هذا ما كان. كنتمنى ان هذه الفكره تكون عجباتكم وتانسبيراو منها، يعني تعطيكم افكار اللي ممكن انكم تستغلوهم في الكوزينات ديالكم، خصوصا الناس اللي عندهم لي كويزين صغار. من بعد هاد البلاصه فاش صوبناها وقاديناها بجات زعما خاويه. داكشي علاش درت ليها هاد لي بلاكار. هاد لي بلاكار درتهم بهاد اللون هذا اللي هو غايي، باش يجي اسورتي مع لي بلاكار التحتانيين، لانني قلبت على نفس اللون اللي كان عندنا لتحت ومالوغوزمون ما بقاش مع الاسف. السوق كيتبدل وكل نهار كيجيبوا سلعه جديده، دونك داكشي ما بقاش. كان خاصني نديرو بيض، والبيض اللي درنا شي بيض واحد اخر ما غيجيش بحال التحتاني، يعني غادي تولي عندنا يولي داكشي ديكالي. باغ كونطخ فاش درت ليه هذا اللون هذا اللي هو مخطط، جا بحال اللي راه مديور اكسبري. كما كتشوفوا هاد لي بلاكار راه درتهم بهاد الطريقه، وصراحه راه هزوا ليا بزاف. وحتى الكونجيلاتور كيما رديتوا البال في هاد لا فيديو، حتى هي درنا لها البيبان، ولات كتبان كانها بلاكار، يعني ما بقاش العيب باين بزاف، وانما بان بحال بلاكار وتحت منه لا ماشينه لافي. كنتمنى انكم تقولوا لي كيف جاتكم الفكره، وتردوا عليا زعما المهم كومونتير ولا اللي بان لكم، قولوا لي كيف جاتكم هاد ليدي، واش مزيانه ولا ماشي مزيانه. وبالنسبه لهاد البلاصه اللي كان فيها في الاول لا ماشينه لافي، هانتوما غتشوفوا شنو درنا ليها. حتى هي غنستغلها مزيان وغندير فيها لا فيسيل. لا فيسيل اختاريت لها هاد البلاصه لانها قريبه للبوطاجي، قريبه للماء، يعني ما نبقاش هز الماء وغادا بهم من بلاصه لبلاصه، وانما قرابين دغيا اكسيسيبل، كلشي مقاد. والناس اللي غادي يسولوا واش السخونيه ما ضراتش لا فيسيل ولا زعما بحال هذا السؤال، لا، لان السيد اللي صاوب لينا الكادر وداكشي قادو لنا بواحد الطريقه باش ما يتاثرش بالسخونيه. ودابا غادي نبارطاجي معكم واحد الفكره اللي رخيصه بزاف بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو تريه وما عندهمش بزاف ديال الامكانيات. وزيدون الكوزينه، انا بالنسبه ليا خاصنا شي حاجه اللي تكون كتغسل، لان الكوزينه راه كاين ليدام، كاين الطياب، كاين بزاف د الحوايج. هنايا انايا زعما جي اوبطي ولا قررت انني نخدم بهاد التريه اللي ديال ايكيا.
الثمن ديالها كان شي 49 درهم ولا 59 درهم، ما فايتهاش. لا ماتير ديالها ولا الماده مناش مصنوعه من بلاستيك، يعني كتركبها والوقيته اللي بغيتي كتحيدها كتعاود تغسلها كتغسل وكتولي كانها باقه جديده. وحتى المنيضر ديالها صراحه زوين، طريقه التركيب راه ساهله في الكتيب تما كاينه، راه زعما ماشي صعيبه ولا معقده ولا شي حاجه، بالعكس كتركب مزيان وكتجي المنيضر زوين. كنظن ان الفكره وصلت. هانتوما كتشوفوا راه لا علاقه، يعني جات زويونه واخا القبص زعما عادي ماشي شي حاجه، وانما جات معاه زوينه، جات حلوه ما معيقه ما حتى شي حاجه. واهم حاجه كما قلت لكم هي انها ممكن تغسل. وبالنسبه للطريقه ديال التغليف ديال الكوزينه بالورق اللاصق، فهي راه كاينه في الفيديو السابق. الفيديو السابق راه فيه طريقه بالديتاي كيفاش غلفت زعما البوطاجي، وكيفاش صوبتو بالديتاي باش هكا تستافدوا وتعرفوا كيفاش تلصقوا الورق اللاصق ديالكم الا بغيتو ديروه. ولكن واش هو بونافير ولا ماشي بونافير؟ هذا هو السؤال، وانا غنقول لكم التجربه ديالي معاه. انا صراحه بالنسبه ليا موفيز افير. تقولوا لي علاش والناس كاملين كيخدموا به وكلشي كيستعملوه وكلشي، نقول لكم وي كلشي كيستعملوه وكلشي مزيان، ولكن ما كاينش محسن من زعما من باش نكون واقعين، ما كاينش محسن من الجرانيت ولا من الرخام، لانه شي حاجه اللي كتبقى دائما لينا دائما. وهذا الشيء عكس الورق اللاصق راه كيتباع. يعني الا كانت عندكم كوزينه كبيره، نرى الكوزينه راه اكثر من 10 متر ديال الورق اللاصق اللي شريت، وكل مترو راه داير 25 درهم. ضربوا حسابكم شوفوا شحال جاب. اللي غادي تستعملوه من بعد 4 شهور ولا 5 شهور غادي يبدا يتقشر، غادي اذا جريتو شي حاجه فوق منه غادي تعلم فيه الماء. الا كان بوطاجي ما زعما اللافابو ماشي زعما مدفونش الفوق غيكون مزيان، ولكن اذا كان مدفون بحال هذا راه ما شدش كاع، يعني لان الماء كيبقى نهار كامل تما كاينه دغيا كيطير. هاهما غيبان لكم لي ديفو. انا بالعاني صراحه درت هاد لا فيديو سورتو للناس اللي عندهم زليج فوق لافابو. علاش زليج فوق لافابو؟ لان الزليج فيه هذوك الخويات، فيه هذيك بين زليجه وزليجه كان كيكون عندنا السيمه، وهذيك السيمه انا راني حاولت انني باش ما نخليش داك الديفو باين، درت واحد لي بوندليت صغيورين لتحت بورق لاصق، ومع ذلك تطراساو. كنظن انه كيبانوا مع كثره المسيح وديك الشيء. هاد النوع ديال الورق اللاصق اللي على شكل يعني على شكل خشب كيتحيد منه ديك اللون ديالو الفوقاني. كنظن اذا درتو شي لون واحد اخر الله اعلم. انتم غتشوفوا في هاد لا فيديو النيت اللي اضطريت انني جربت واحد البليصه ودرت فيها اللون اسود، وصراحه هو ما عجبنيش. انتم غادي تشوفوا في لا فيديو. انا كنحاول انني نبين لكم لي ديفو اللي كاينين. تشراط هذيك غير واحد اللعيبه جريناها خلاتها هكاك بيضاء، يعني لا داعي ان الانسان كنظن انه لا داعي ان الانسان يخسر فيه فلوسه. الا كنت من 5 شهور غادي نعاود نشري ورق لاصق واحد اخر، فلا داعي. كنظن انني من الاحسن نجمع فلوس ديال هذيك 5 شهور و5 شهور و5 شهور يبقى لي عامين وانا كنجمع الفلوس ونديرو جرانيت، ولا نبقى نخسر في الفلوس بحال هكا كون في الاخر نحيدهم ونلوحهم في الزبل. انا هذا وجهه النظر ديالي. هانتوما كتشوفوا هذا اللون اسود. اللون اسود ما كيتحيدش منه اللون زعما باش نكونوا واقعيين. راه دابا عندي راه هو باقي عندي النيت لاني باقي ما درت لا غرانيت لا والو، ولكن اي حاجه طاحت فوق منه، اي غبره اي نقطه الماء كتولي باينه جدا جدا. بصراحه كنت باغا نعاود الكوزينه كامله بالكحل، ولكن من بعد فكرت قلت علاش غادي نضيع فيها الفلوس، علاش غادي نزيد نضيع الفلوس اكثر ما ضيعتهم. دونك لا داعي، بلاش حتى من بعد ان شاء الله ونديروا الغرانيت. كنتمنى ان هذا الفيديو تفيدكم، وسورتو الناس اللي باقين ما داروش الورق اللاصق وناويين انهم يديروه. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون فيها الفائده، وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، الى اللقاء.